السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة جميلة جدا جدا من وصفات الجلاش ومن وصفات رمضان الجميلة والحلويات بتاعت رمضان. هنعمل النهاردة الوصفة دي بجد حلوة قوي قوي قوي، سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وبترمي معاكي كمان كمية كبيرة جدا تنفعك كده في عزوماتك في رمضان. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هحضرها هو الشربات، عبارة عن ايه؟ كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وكمان هبدأ بقى كده احطه على النار واسيبه يغلي، مش هقلبه ولا اي حاجة. واول ما يغلي اروح جاية حاطه عليه عصير نص ليمونة، وبعد ما احط الليمون هسيبه لمدة حوالي 5 دقايق يغلي على نار هادية، ونطفي عليه بقى ونسيبه يبرد كده على جنب عشان نحطه على الحلوى بتاعتنا وهو بارد. نيجي بعد كده بقى نحضر مع بعض الحشوة بتاعتنا، عبارة عن ايه؟ نص كوباية من دقيق السميد، ونص كوباية من السوداني المفروم او المجروش، وكمان معايا معلقتين كبار من جوز الهند. ابدأي اخلطي الثلاث مكونات دول كده مع بعض لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا جدا ويبقوا مختلطين مع بعض كويس كده. يبقى خلاص حضرنا مع بعض الحشوة وبقيت تمام. جبت كمان كده كسرولة، حطيت فيها نص كوباية من السمنة على نص كوباية من الزيت، وده هيبقى الدهان بتاعي. هنبدأ بقى دلوقتي نجيب الصينية اللي هنشتغل فيها، وحطيت فيها دهنة كده من السمنة على الزيت وحضرتها معايا علشان لما اجهز الجلاش بتاعي يبقى كده هي جاهزة معايا. نيجي بعد كده المرحلة اللي جاية بعد كده هي الجلاش. انا معايا هنا لفة من الجلاش، حوالي نص كيلو من الجلاش. بدأت كده اخدت اللفة وحطيتها في قلب الفوطة، وهناخد دلوقتي ورقة ورقة من الجلاش، مش اتنين، ورقة ورقة، وهنبدأ نحطها كده على الرخامة ونبدأ ندهنها بالزيت على السمنة اللي احنا محضرينهم ومسيحينهم دول. تمام، يعني حاولي تدهنيها دهنة كده ايه على السريع، شايفين؟ مفيهاش اي حاجة خالص. بعد ما ندهنها هنروح جايين بقى رشين عليها رشة من المكسرات او الحشوة اللي احنا عملناها دي، اللي هي السميد وجوز هند وسوداني، والسوداني يكون مجروش ناعم يا جماعة، ما يكونش خشن. وابدأي بقى لفي الورق بتاعك على شكل مروحة كده زي ما انت شايفة. العملية سهلة جدا، استرجعي كده ذكرياتك كده بتاعت زمان في لف المروحة لما كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. هنعملها بقى كده بالطريقة دي، ونجيب بقى الصينية بتاعتنا ونبدأ نحطها في الصينية. تمام، اهي سهلة قوي وما فيهاش اي حاجة. هنعمل بقى الطريقة دي طبعا في كل الورق اللي معايا. حابة اقول لكم ان انت لو حابة تستغني عن جوز الهند اللي في الحشوة فانت ممكن تستغني عنه، مفيش اي مشكلة لو مش حابة جوز الهند. تمام. طبعا انا عملت معاكم الوصفة دي السنة اللي فاتت لكن بتكنيك مختلف شوية، وكنت حاطة فيها كمان بيض، لكن انا السنة دي هعملها لكم بطريقة مختلفة بدون بيض نهائي، وهتطلع جميلة جدا جدا ان شاء الله، هتعجبكم بإذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنلف اهو المروحة برضو اهو، هنبدأ برضو نحطها في الصينية بتاعتنا. تمام، الموضوع مفيهوش اي حاجة خالص صعبة، كله سهل بإذن الله. يعني عايزة اقول لكم ان لفة الجلاش دي كمان اتبقى منها حوالي 3-4 ورقات، يعني هي ما خدتش كمان لفة الجلاش كلها، لكن انت هتعملي صينية اكبر فممكن تاخد منك اللفة كلها. تمام، هي ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين، واحنا بنرش شويه المكسرات وابداي اعمليها كده، لفيها زي المروحه وخلاص، وهتخلص معاكي في ثواني. مش هتاخد بقى لو انت عندك بقى عزومه يعني ومستعجله، فمش تاخد معاكي وقت، وفي نفس الوقت حاجه تشرفك كده قدام ضيوفك في عزومتك. هنخلص الكميه كلها بالطريقه دي ونرص كله كده ايه جنب بعضه، وحاولي تزنقي طبعا كده عشان تاخد معاكي اللفه كلها. خلاص خلصنا كده الصينية بتاعتي كلها بالطريقة دي. هنجيب بقى بقية الزيت على السمنة اللي كان معايا، وابدأ كده يعني اتك كده على الحروف شوية بالنسبة للسمنة، وبرضو هدهن بقى وش الصينية بتاعتي كده بالسمنة كويس قوي قوي، لان طبعا الجزء الخارجي ده ما ادهنش، احنا كنا دهنا بس الجزء الداخلي بس. هنبدأ بقى كده دلوقتي نعمل التشريبة بتاعة الصينية الحلوة دي. عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا كوبايتين من الحليب،
واحط عليهم كمان نص كوباية من السكر، واحط عليهم معلقتين كبار من النشا او لو عندك كاسترد حطي، واحط كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونقطتين كده من الفانيليا. قد ايه جميلة جدا جدا التشريبة دي او الصوص اللي انت هتسقيه بيها ده. ابدأي كده قلبي كله على بعضه، الحليب مع النشا طبعا لازم يتقلب كويس قوي عشان مبقاش فيه تكتلات، واخلطيهم كويس قوي قوي لحد ما يدوب كمان السكر اللي انت حطاه. وبعد كده ابدأي بقى انزلي بيهم كده على صينية الجلاش بتاعتك التحفة دي، اسقيها كويس قوي قوي بالصوص بتاع الحليب ده. تمام. بعد ما خلصنا خلاص هنبدأ بقى كده نشوف ايه الاجزاء اللي ما وصلهاش الصوص كده. ابدأي يعني لف الصينية بتاعتك شمال ويمين لحد ما تحسي ان خلاص كل الاطراف بتاعتك اتشربت من الحليب كده معايا. تمام. طبعا اثناء ما انا بعمل كده الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180. هندخله طبعا الفرن الاول هنشغل من تحت، اول ما تستوي معايا من تحت اروح جايه طافيه تحت ومشغله لها الشوايه تاخد لون ذهبي من فوق. وده كده شكلها بعد ما طلعت معايا من الفرن. اول ما طلعت على طول رحت جايه سقياها بالشربات اللي انا كنت محضراه في اول الفيديو. طبعا كان بارد، لازم يكون الشربات بارد. وهنبدا كده نسقيها. طبعا كميه الشربات دي ترجع لك على حسب ما انت عايزه مسكره بالزياده، عايزاها تكون نص نص يعني براحتك. لكن انا بسقيها لحد ما بلاقيها خلاص الشربات بتاعها عام عليها كده خلاص ومش قادره تشرب، فبوقف بقى خلاص كده الشربات. تمام. هنسيبها بقى دلوقتي كده تشرب شويه، لو عايزاها تبقى طريه بزياده فممكن تغطيها عشان تبقى طريه معاكي قوي. بعد مرور حوالي ساعه كده سبتها ساعه تبرد وفي نفس الوقت تشرب الشربات براحتها خالص، رحت جايه بقى مقطعاها. هنبدا نقطعها مع بعض. شوفي بقى انت عايزه تقطعيها بانهي تقطيعه تعجبك. يعني انا قطعتها التقطيعه العاديه خالص. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي حلوه جدا، هتقطع معاكي كميه كبيره. انا تقريبا قطعتها حوالي 4 في 4 يعني 16 حته، فكان حلو جدا. الصينيه دي مقاس قد ايه؟ مقاس 30 في 30 اللي بيسأل على مقاس الصينيه. فهنبدأ نقطعها بالطريقة دي اللي انتوا شايفينها، وهنبدأ بقى نطلع كمان منها واحدة علشان خاطر نشوف بقى قد ايه الجمال بتاع طريقة الجلاش دي. بجد يا جماعة حلوة جدا جدا جدا. والصوص اللي مسقية بيه ده اللي هو بتاع الحليب بجد كان جميل قوي قوي قوي. فعلا يستاهل ان انتوا تجربوها، وبجد لو جربتوها يعني مش هتبطلوا تعملوا الطريقة دي من كتر سهولتها ومن كتر جمالها. مش تاخد معاكي دقايق في تحضيرها وسهلة قوي وبسيطة. شايفينها بقى مورقة من جوه ازاي ومفرغة مش مكتومة ولا حاجة. قد ايه حلوة جدا جدا، حاجة كده ميكس كده ما بين الجلاش وما بين البسبوسة، بجد جميلة قوي قوي. ان شاء الله تعجبكم. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهاردة وهتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناة.